سؤال واحد بس ولكن اجابته هتغير حياتك. والسؤال ده بيقول ايه اللي انت وصلت له خلال الشهر اللي فات او ايه اللي حققته خلال السنه. بما اننا على نهايه اعتاب سنه 2022 فانت لازم تسال نفسك السؤال ده: هل اتعلمت حاجات جديده؟ هل اتقدمت خطوه وقربت من هدفك؟ وهل تطورت في اي ناحيه من نواحي الحياه؟ واجابتك على الاسئله ديت هي اللي هتحدد ايه اللي انت عملته الفتره اللي فاتت، وسواء كانت الاستراتيجي اللي انت ماشي عليها دي صح او غلط. طيب هنفترض دلوقتي ان الاجابات اللي انت جاوبت عليها ديت كانت كلها بلا، او كانت ان انت شفت انك مقصر في ناحيه ما في نواحي حياتك. فايه اللي اعمله او ايه الاستراتيجي اللي انا المفروض امشي عليها؟ ببساطه يا صديقي احنا في عندنا نوعين من الاهداف، نوع على المدى القريب ونوع على المدى البعيد. والاستراتيجيات اللي هي بتكون على المدى البعيد ديت بتكون مثلا بعد سنه، سنتين، 3 سنين، 5 سنين، ولكن بتكون عارف ان انت في يوم من الايام هتحققها. فلازم تكتب اهدافك ديت والمده الزمنيه اللي انت هتحققها فيها عشان تبقى دايما شايفها وعارف ايه مدى تقدمك فيها. النوع التاني من الاهداف هو الاهداف قريبه المدى، واللي هو ببساطه نفس الهدف اللي فات ولكن احنا هنجزئه لاجزاء اصغر فاصغر. يعني دلوقتي ببساطه المفروض ان انا عايز اشتغل في جوجل بعد مثلا 5 سنين. طب هشتغل ايه؟ هشتغل از سوفت وير انجينير. طب انا دلوقتي فين؟ انا لسه تحت الصفر، ما اعرفش اي حاجه. فببساطه هاخد الهدف الكبير ده وهقسمه لاهداف تانية صغيره على مدى قريب. يعني مثلا انا هبدا اتعلم الاساسيات في خلال الشهر ده والشهر ده، وبعد كده اخش في مرحله متقدمه شويه، وبعد كده اخش في مرحله متقدمه اكتر، وبعدين هروح انترفيو في شركه معينه وهاخد شويه اكسبيرينس، وبعد ما اخد الاكسبيرينس ديت هروح اقدم في شركه اكبر وافضل شغال مثلا فيها سنه، وبعد ما اخلص السنه ديت هيكون عندي الخبره والمعلومات الكافيه ان انا اقدم على شركه زي جوجل. فبعد 3 أو 4 سنين انا وصلت للهدف اللي انا كنت حاطه من البدايه. لكن لو انت قررت من النهارده انا عايز ان شاء الله اشتغل في جوجل، طب هتعمل ايه عشان تشتغل فيها؟ لا انا مش هعمل، انا هفضل قاعد وان شاء الله ابقى اشتغل في يوم من الايام. مش هيحصل. رقم 3 انك دايما تراجع التطور اللي حصل ليك كل شهر وتسال نفسك هل انت حققت الهدف الصغير اللي انت كنت حاطه للشهر ده ولا لا. وهنا احنا بنتعرض لمشكله ان في البدايه كل واحد فينا بيكون عنده بقى شغف، انا هعمل وهسوي وهبص هخرب الدنيا دي كلها، ويجي اول ما يبدا اول شهر يحط على نفسه ضغوطات وهدي كتير جدا، ويبدا يكتشف في النهايه ان هو ما حققش اي حاجه قال ان انا هحققها في خلال الشهر ده. وده ببساطه لان في البدايه بيكون عندك شعله حماس زايده، فانت لما تحط حاجات كتير قوي وتكدسها في اول فتره هتقع فيها، ولو ما وقعتش فيها اول شهر هتقع فيها الشهر اللي بعده. والمشكله الكبرى انك لما بتقع في شهر من الشهور بتبطل وتلغي الخطه كامله وتستنى بقى ان شاء الله فتره تانية لما تكون رايق فيها كده وتقول انا هحط خطه تانية. فانت ببساطه اول ما تلاقي نفسك في شهر من الشهور ما حققتش اللي انت عايزه اسال نفسك عده اسئله: هل كان التقصير مني؟ طب هل ما اديتوش الوقت الكافي؟ ولا انا اللي كنت بتكاسل وما بذلتش الجهد المناسب؟ و90% من حلك للمشكله ديت هتكون في معرفه السبب، لان انت لو ما اديتلوش الوقت الكافي وافترضت مثلا انك ما كنتش تبذل جهد فانت هتفضل تبذل جهد كبير جدا في وقت قليل، وده مش هيحل لك المشكله. والعكس صحيح، لو انت ما بتبذلش اي جهد وقلت لا ده انا محتاج ادي وقت اكتر هتلاقي نفسك اديت التاسك ده يوم كامل وانت اصلا ما بتبذلش جهد، فبالتالي برضه انت بوظت الدنيا. فانت 90% من حلك لاي مشكله بيعتمد على معرفه سبب المشكله في الاساس. وانت غيري، الخطه اللي انا هحطها لنفسي على مدار 5 سنين جايين غير الخطه اللي انت تحطها على مدار نفس ال5 سنين، لان انشغالاتي غير انشغالاتك، والحاجه اللي انا بعملها بسهوله انت ممكن تكون بتعملها بصعوبه. وده بيعتمد على حاجات كتير جدا موجوده من يوم ما اتولدنا لحد النهارده. اللي انت مريت بيه مش نفس اللي انا مريت بيه، فانت اوعى تقارن نفسك باي حد، قارن نفسك بنفسك في الفترة اللي فاتت وانت وصلت لحد فين. لو لقيت انك بتنزل ومستواك بيقل فانت كده غلط ومحتاج تقف تراجع نفسك. طيب لو لقيت ان انت مستواك بيزيد يبقى انت كده ماشي صح، لكن اوعى ثم اوعى ثم اوعى تقارن نفسك باي حد. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وقول لنا في الكومنتات تحت ايه الاستراتيجي اللي انت كنت ماشي عليها الفترة اللي فاتت.